هناكل ايه النهارده؟ والله انا ناوي اعمل لكم لقمه خفيفه كده، اصل انا شغل البيت عليا النهارده، همسح وهغسل وعندي تنظيف شقه. هو انا كل ما اقول لك حاجه تطلعي لي ب100 حجه؟ دي حاجه تزهق. مع السلامه يا سعطيه يا فندي. اجل البدله مغسوله ومكويه يا ماما، ما تكسريش بقى وتصيني زي عوايدي. حاضر من عينيا، مع الف سلامه يا ابني. وشرباتي تحطهم لي تحت المخده، سامعه يا ست ماما؟ حاضر. ولا يعني غرامك تنكدي عليا وتطفشيني من البيت؟ لا حول الله، من عينيا. حاضر يا حبيبي. سعيده يا ماما. انا برضو اللي بنكد عليك وطفشك من البيت. ماما نسيت تربي لك فستان الكحل، قلت لك 100 مره، مش عاوزه اقول لك 200 مره يا ماما. هترجعي تلاقيه مرفي. حاضر، يكتب لك في كل خطوه سلامه يا سناء يا بنتي. صباح الخير. يا سعد صباحك يا بنتي خير. ما تاخذنيش يا ست خديجه، الشغاله اللي عند ست مرزوقه اتصلت بالتليفون دلوقتي. مالها يا بنتي؟ لا يا اختي الف بعد الشر يا ندامه، ده عشره العمر كله. لا ده انا هسيب اللي في ايديا واروح لها حالا. يا اختي الشر بره وبعيد. مالك يا حبيبتي؟ والله يا اختي حاسه كده زي ما يكون. لا يا اختي ما تقوليش الكلام ده. وحياتك يا حبيبتي قلت اشوفك شويه قبل ما من عارف يمكن ما نتقابلش تاني. شر بره وبعيد، ما تقوليش كده امال. ده بس يمكن نفسي ولا شويه برد، والنبي ده انا معايا اسبرينه من بتوع سعطيه، اعمل لك عليها شويه شاي تشربيها ترد فيك الروح وتفرفشي ان شاء الله مع دمك يا اختي. وازاي سعطيه؟ بخير يا حبيبتي تسلمي. واللي ولاد بعافيه يا اختي، بوسوا ايديكي اهم راحوا المدارس. هلبت يا اختي ما هم تعبينك. لا والنبي ابدا. ابدا ابدا. ازاي انت جبت شغاله يا اختي؟ ولزومها ايه يا اختي الشغاله؟ اهي ماشيه والحمد لله. يعني بتعملي كل شغل البيت لوحدك؟ بغسل وانفض واخيط الهدوم المقطعه وامسح الشقه وانضف الابواب، وبعدين اطبخ واحضر للافندي ولولاد الاكل واغسل الصحون وانضف المطبخ واعمل كل حاجه. يا اختي وما بتحسيش بتعب؟ لا والنبي، مجرد ما اشرب فنجان القهوه بتاع العصري مع سعطيه لما يقوم بالسلامه من النوم ويولع لي السيجاره بايده احس ان انا رجعت شابه سن 20 سنه. يعني ومفيش حد بيساعدك من الاولاد؟ يا ندامه حد يساعدني من الاولاد؟ طب وحياة غلاوتك عندي لو كنت اقدر اساعد حد منهم في شغله ولا في دروسه كنت ساعدته، لكن بقى هقول ايه؟ العين بصيره والايد قصيره. اصل اهالينا ما دخلوناش مدارس، طلعنا من غير علام. لكن يا اختي برضو بيتهيألي ان حملك تقيل عليكي. اصلك انت ما جربتيش ولو صدت لحد هنا ما تنسوش تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام.